السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة البانيه بطريقة سهلة وبسيطة. لو جربتيه مش هتبطلي تعمليه بالطريقة دي تاني. ان شاء الله طريقة سهلة ونتيجة ممتازة. شايفة البانيه بيتقطع ازاي؟ الكفر ثابت عليه. متأكدة ان انت هتعجبك الطريقة ومش هتلاقيها عند حد تاني. يلا مع بعض نشوف الطريقة. عشان نعمل البانيه هنحتاج نص كيلو من البانيه، ومعايا بيضتين، ومعايا معلقتين 2 من الدقيق، ومعايا بقى البهارات: نص معلقة صغيرة من البابريكا، فلفل اسود، زعتر، شطة حمرا، رشة بسيطة 7 بهارات، وبصل بودر، بهارات فراخ، ملح، فصين من الثوم، ومعايا عصير نص ليمونة، ومعلقة كبيرة من المستردة. نبدأ نعمل التتبيلة. هنحط فصين الثوم، ممكن تعمليه ببصل وثوم بس انا بفضل الطريقة دي يعني، وجربيها وان شاء الله هتعجبك انت كمان. هنضيف البيض، هنضيف التوابل كلها. هنبدأ نقلبهم مع بعض كويس. هنضيف عصير الليمون، وهنضيف معلقة كبيرة من المستردة، بتديها تيست حلو ولون حلو للتتبيلة. بعد كده هضيف معلقتين من الدقيق، انا في الوقت ده وفرت عليكي خطوة انك بتحطي البانيه في الدقيق، وبعد كده بتحطيه في البيض، وبعد كده بتحطيه في البقسماط، وهتشوفي بنفسك النتيجة عاملة ازاي. معايا حوالي ربع كوباية من المية، هنخفف بيها بس التتبيلة عشان انا مش عايزة اقومها زي الكيك، انا عايزاها اخف شوية بالشكل ده. وهنضيف البانيه. انت ممكن تسيبي التتبيلة دي تقعد يعني حوالي ساعتين ساعة، ممكن تعمليها على طول برضه هتديكي نتيجة كويسة. معايا هنا بقى في الخطوة دي انا جايبة بستعمل البقسماط اللي هو بتاع الافران، بجيبه بطحنه في الكبة بس. ممكن اضيف عليه بس اللي هو الفيجيتار، يعني يديله بس طعم بسيط، بس بفضل ده يعني، انا بفضل البقسماط المطحون بتاع الافران. في الخطوة دي يعني ايد هتبقى في الناشف وايد في التتبيلة عشان ما بهدلش البقسماط. هبدأ احط البانيه، حاولي وانت بتحطي البانيه في البقسماط انك تضغطي عليه جامد بالشكل ده علشان الكفر يثبت عليه كويس.
زي ما انت شايفة كده. هخلص انا بقى باقي الكمية وارجع لكم تاني. ده شكله بعد ما خلص البانيه. هندخله الفريزر حوالي 5 دقايق. زيت بقى غزير وسخن. هنبدأ نقلي البانيه. ناخد بالنا عشان ما بياخدش وقت كتير قوي على النار. اول ما يبدأ يتشمع كده هقلبه على الجنب التاني وياخد لون بسرعة. هنطلعه على مناديل عشان يصفي الزيت كله اللي فيه. شايفين الكفر ثابت عليه جدا. حاولي تطلعيه باللون الذهبي ده، ما تغمقيش عن كده. جربي ان شاء الله الطريقة دي وهتبقى طريقتك المعتمدة. وده شكله في النهاية. طريقة سهلة وبسيطة، النتيجة ممتازة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب. اشوفكم بخير، مع السلامة.